إلى الرأي العام اعتداءات تركيا وأردوغان وهجماته على روجافا كردستان شمال وشرق سوريا لم تتوقف يوما واحدا فبعد احتلالها لعفرين وسركانية وقريسبي تزداد عندما تتأكد تركيا من فشل هجومها على جنوب كردستان وعلى مناطق جليلة بالرغم من استعمالها للأسلحة الكيميائية. رأت تركيا في تفجير ساحة التقسيم في اسطنبول فرصة مناسبة لخلق ذريعة بالعدوان على روجافا كردستان من خلال فبركة اتهامات بأن حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية هي التي تقف وراء هذا التفجير. بناء على هذه الافتراءات التي خلقها النظام التركي بنفسه بدأت تركيا بالتلويح بالقيام بهجوم واسع على مناطق الإدارة الذاتية، وهدد المسؤولون الأتراك بأنهم سيقومون بهذا الهجوم دون أخذ الإذن من أحد وبالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية. القيادة التركية الحالية في عجلة من أمرها وهي بحاجة إلى تحقيق مكاسب ما من أجل تعزيز مواقعها الداخلية في تركيا سواء بسبب الانتخابات القادمة أو بسبب الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة السورية أو بسبب تصاعد قوة المعارضة وفشل كافة سياسات أردوغان في المنطقة، ولكنها مع ذلك لا تستطيع شن هجوم بري في مناطق الإدارة الذاتية في ظروف الحرب في أوكرانيا وتداعياتها في مختلف مناطق العالم. انطلاقا من تلك التهديدات فقد بدأت منذ فجر يوم الأحد في 20 تشرين الثاني 2022 في قصف مناطق روجافا كردستان بدءا من كوباني وانتهاء بديريك بالأسلحة الثقيلة من طائرات ومدفعية وصواريخ. وقد أسفر هذا القصف الوحشي عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، واستهدف القصف المواقع الاقتصادية والأماكن السكنية بهدف ترويع السكان وإجبارهم على الهجرة من مناطقهم. إننا في الحزب اليساري الكردي في سوريا إذ ندين هذه الاعتداءات التركية القذرة، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووضع العنجهية التركية وإجرامها، كما نطالب الضامنين الأمريكيين والروسيين بالالتزام بعودتهما ونذكرهما بأن مصداقيتهما على البحث، ونطالب جميع أبناء روجافا كردستان الشمالي وشرق سوريا بالصبر والصمود والوحدة في وجه العدوان التركي، مؤكدين أن أردوغان وجلوزته زائلون عنه، وأن الصبر هو حليف الشعوب مكافحة، وأن الوصول إلى الحرية والكرامة يستحق التضحية. ونؤكد أيضا بأن أردوغان اليوم ينتقم من الشعب الكردي على نضالته وانتصاراته ليس فقط في روجافا كردستان الشمالي وشرق سوريا، وإنما في عموم أجزاء كردستان.